لكل البنات وكل الستات اللي متجوزين، بالذات اللي حاسين ان جوازاتهم مش مقدراهم، واللي شايلين مسؤوليات في العيلة كبنات وحاسين ان محدش مقدرهم، والبنات والستات اللي بتشتغل، والامهات اللي حاسه ان ولادها مش مقدراها وجوازها مش مقدراها. الموضوع كبير يا جماعة، والوجع اللي في قلبنا كبير بقاله قرون. كل ست بتقول لبنتها تستحمل. زمان اهالينا كانوا بيستحملوا وبيضحوا بنفسهم، فدلوقتي بنطلب من بناتنا يعملوا نفس الحاجة. كلنا شايلين وجع كبير في قلوبنا، وجع اجيال، ان احنا موجودين لخدمة الراجل، وان الراجل هو المهم، ويعمل فينا اللي يعمله. استحملي، ارجعي بيتك، دل راجل ولا دل حيطة. نعمل ايه في القلوب المجروحة اللي مليانة وجع، حقد، قسية، غضب، احتياج للانتقام؟ هي دي القصة الحقيقية، هي دي المشكلة. الحل الحقيقي الوحيد ان احنا نبتدي نشوف ان احنا تربينا كده، ان جوزي عشان ما بيقدرنيش ده مش معناه ان انا قليلة، ده جاي من بعيد. امك ما قدرتكيش، وامك ما قدرتكيش لانها ما قدرتش نفسها، ولا مع جوزها، ولا في بيتها، ولا امها قدرتها. فما فيش اي حد نقدر نلومه. نقدر نلوم الحياة على اننا تربينا كده، نقدر نلوم الثقافة، المفاهيم الغلط للدين استفادوا بيها شوية وعملوا منها قصة يقدروا يسيطروا بيها على الباقي. اذا كانت ام بتعمل كده في بنتها وتقول لها انت وحشة عشان ما بتعصيني، ولا اذا كان جوز بيعمل كده علشان فاكر ان ذكوريته هي اهم حاجة في الحياة. كلنا عايشين في الغلط بتاع الجهل العاطفي، فمفيش اي حد نقدر نلومه. الحاجة الوحيدة اللي انا بقولها ان احنا نبتدي نحس ان قيمتنا مفيش حد هيديها لنا، وان احنا عشان نعيش كويسين نتعلم نبتدي نبقى مهمين لنفسنا. احنا نحس بوجعنا، بدل ما احنا عمالين نتفرج على التلفزيون ونعيط على التمثيليات التركي اللي احنا شايفين نفسنا فيها. ده عمال يقول انا ضحية والتانية ضحية وبعيط على حالي. لما تعيطي على حالك بتبقي ضحية، بطلي تبقي ضحية نفسك. احنا كلنا ضحايا الجهل العاطفي بتاع القرن الذكوري. ما هياش قصة نقدر نحلها بسهولة بكلمتين نتفرج عليهم على التلفزيون، او ان انا اقعد اتكلم مع صحابي واشتكي. مش هتتحل كده، هتتحل بانك تدخلي قلبك وتقعدي معاه وتكلميه وتاخدي مسؤولية، عشان بقيتي عندك قيمة لنفسك. في الحلقة اللي بعديها هنعمل تمرين مع بعض.